الخير، صباح النور. كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وسلامه وصحه والعافيه. اليوم جيت لكم بلي فينانسيي. غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نحضروها بطريقه ديال التزيين ديالها. تابعوا معايا جوج المقادير طريقه التحضير وفرجه ممتعه. غنحتاجو 280 غرام ديال بياض البيض، ما يعادل 7 ديال البيضات. عندي 220 غرام ديال السكر سنيده، عندي واحد القبيصه ديال الملحه، عندي هنايا 30 غرام ديال التريمولين اولا العسل، 4 ديال القطرات ديال الروح ديال اللوز. وغادي نخلطوا الكل. غادي نخلطوا داك الخليط كامل. هنا ما نكونوا كنخلطوا ما نخلطوش بزاف. وغادي نديروا معاها اللوز اللي غنحتاجو فيه 170 غرام يكون اللوز مطحون، وعندي 90 غرام ديال الدقيق الابيض، وغادي نحتاجو واحد 3 غرام ديال الخميره الكيماويه. وغادي نخلطوا الخليط مزيان. غير ما نكون نخلطوا ما نخلطوش بزاف، نضربوه بزاف، غنضربوه غير جوست واحد شويه على ما يندمجوا لنا العناصر كامله. ومن بعد اخر حاجه غادي نوضعوا الزبده اللي هي بور دو نوازيت اللي غادي نحتاجو فيها 230 غرام. بيان سور هنايا كنوضعوا الزبده حتى تجبرد تماما، ما كنوضعوها شويه سخونه، يعني كندوبوها هي الاولى عاد تنبداو في المراحل ديال التحضير ديال لي فينانسي. الوغ قسمت الخليط على 4. بالنسبه للنكهات انا غادي تشوف معايا النكهات. النكهه الاولى خديت هنا القهوه سريعه الذوبان، دوبتها مع شويه ديال الماء ووضعتها مع الخليط. النكهه الثانيه عندي لافاني، يعني الخليط فيه شويه ديال الفاني، ودرت هنا فيرميسيل شوكولا اللي كيكون ديجا في الثلاجه من قبل باش ملي كنديرو مع الخليط ما كيذوبوش لينا دوك لي فيرميسيل وكيبقاو باينين. بالنسبه للنكهه الثالثه انا خديت هنايا قشور ديال الليمون مع شويه ديال النكهه ديال الليمون باش يعطيني ديك النكهه ويعزز ليا شويه النكهه. اما الخليط الرابع غادي نوضعوا فيه هنا معلقه كبيره ديال الكراميل، ممكن تزيدوا 2 معالق ماشي مشكل باش كتعزز النكهه. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، يعني بودره الكاكاو المر. غادي نخلطوا مزيان مزيان حتى ينسجموا لنا العناصر كامله، وما نخلطوش بزاف، ما نبقاوش نخلطوا بزاف باش ما يطيحش لنا داك البيض. صافي هنايا غناخذ المول السيليكون غادي نوضع هنا فيه الخليط. ماشي شرط يكون عندكم هاد لي مول اللي عندي انا، ممكن يكون مول واحد تخدموا به. صافي هنا كنبداو نطابوطيو الخليط ديالنا فوق من سطح العمل باش يدخل لنا داك يعني العجين يشد راسو في المول السيليكون. هذا الخليط الاول هو ديال الليمون اللي انا درتو في دو مول السيليكون مختلفين، يعني الاول حطيته على داك الشكل والثاني درتو على هذا الشكل الطويل ودرت فوق منه زينته باللوز ايفيلي. من بعد غادي ندير عليه الشوكولا من الاخر. الشكل الثاني اللي فيه الفيرميسيل والفاني هو اللي درتو في هذا المول هذا، حتى هو لا ميم شوز. غادي نطابوطيوه فوق من سطح العمل، ومن بعد ديك الساعات عاد ندخلو حتى نكمل كل شيء، عاد نقدر ندخل الفران. نفس هاد الخليط هذا اللي عمرت به الموسيقون نفسه خديته وزدت فيه عززت فيه واحد شويه ديال النكهه ديال الفخاز باش يعطيني داك الاختلاف. واخا هو نفس الشكل ولكن يعطيني اختلاف في النكهات. هاد المقادير اللي عطيتكم كتخرج لكم اكثر من 100 حبه. صافي هنايا غادي نطابوطيو الخليط ديالنا على هاد الشكل اولا السيليكون هاد الشكل هكا. وبالنسبه للمول اللي كتشوفوا قدامي هذا درت فيه الخليط ديال القهوه، وهذا المول هذا درت فيه الخليط ديال الكراميل والشوكولا. غادي نسخنوا الفرن على درجه حراره 130 درجه، يكون من الفوق ومن التحت فيه المروحه. الا ما كانش المروحه ماشي مشكل، غير نحضروا معاه الا كان الفرن ديال الغاز. صافي ومن بعد من نخرجوهم غادي نحطوهم يبردوا تماما وندخلوهم المجمد تيجمدوا لينا مزيان. عاد نقدروا نديموليوهم، ما كنديموليوهمش هما هكاك حيت غيتفرتوا لكم. دونك من الاحسن انهم يجمدوا، عاد كنديموليوهم من السيليكون. دونك بالنسبه للتزيين هانتوما شفتوا المره هذاك السيليكون الاخر درت فيه غير شوكولا هكاك، وهذا هو نفس المول اللي خدمت به المره الاولى ديال يعني النكهه ديال الليمون. خديت الفينانسي ديالي وضعته وسط من الشوكولا وغادي ندخلو المجمد باش يجمد ليا. هذا هاد الديكور هذا اللي حطيته هو اللي غادي نزينو به هاد لي فينانسي ديال القهوه. غادي ناخذ شويه ديال الكراميل غير باش نلصقوا شوكولا على لي فينانسي، سينو ما كانش المهم كراميل ولا شوكولا اللي بغيتو، او اللي ما عندكمش ممكن ديروا الناباج حتى هو راه كيلصق. صافي وكنشوفوا هاد الاشكال هما هنا حضرت هاد الاشكال هادو. نشوفوا الشكل الاخر اللي هضرنا به ديال الليمون نيت.
غادي نديرو هنا شوكولا وسط منه. هنا بالنسبه للشوكولا ماشي شوكولا الاخر، شوكولا عادي يعني شوكولا، وضعت لها واحد شويه ديال الزيت دوبتها في الباماغي وصافي. هذه كاناج شوكولا درت فيها الكاناج معروفه صافي. هنا كنزينها بشويه ديال الكاناج، وكنزينها بلي فوي دور وشويه ديال القشور ديال الليمون باش يعطيني داك بانه راه كيبان. هذا هو الشكل اللي وريتكم قبيله. كيف ما شفتوا انا كنزينو بشويه ديال داك ورق الذهب وشويه ديال البودره ديال الذهب باش يعطي داك ليفي هكا ويعطي داك اللوين زوين في البلاطو. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوا باش ما حبيتوا، نتوما لكم كامل الاختيار، كل واحد والذوق ديالو وكل واحد كيفاش كيشوف على حسب المستطاع. بالنسبه للشكل الرابع انا وضعت هنا الكراميل صافي، غادي نكملهم كاملين وغادي نوضع فوق منهم واحد شويه ديال اللوز كونكاسي اللي كنت ديجا حمرته من قبل. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو بريستيج ديالنا، كيجي رائع. حضرته لواحد لاكليونط وعجبها بزاف وحمقها نكهات مختلفه، يعني بعجين واحد خرج لنا هاد الاشكال كاملين. نتمنى هاد الوصفه هذه تنال اعجابكم، ودعموني وتشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات، ونشوفكم على خير لفيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.